السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام شهر ورحمة كريم الله وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ونتمنى في هذا الشهر الطيب آمين. لابناء هذه المديرية الصحة والعافية آمين. والرزق الوفير. عرفنا على فضل من؟ طبعا انا الاستاذ فضل عبد الناصر الحربي. الاستاذ فضل عبد ناصر الحربي. نعم. الاعلامي الكبير في مديرية الصف. الله يعطيك العافية. كلمنا عن الوضع، كلمنا كيف. والله حبيبي القاري، الوضع يعني ليس بخافي. انا اعتقد ان الناس كلها طبعا تعرف تماما يعني ما يدور على مستوى الوطن يعني بصورة عامة، وكلنا يعني نتابع يعني وسائل الاعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام بصوره عامه المرئيه والمسموعه والمقروءه، وبالتالي يعني الامور نسال الله ان تتحسن اخيرا. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. وكيف اجواء رمضان؟ اجواء رمضان اجواء طيبه، لكننا رساله نوجهها، رساله نلفت انتباه الناس يعني او انتباه الجهات المسؤوله الى موضوع الاسعار وارتفاع الاسعار. نعم. ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه حقيقه يؤثر على حياه الناس، سبب مشكله كبيره، وبالتالي هناك يعني من يعاني من هذه وبرضه ما في رغبه وتفتيش لا يوجد مع الاسف الشديد. يعني لفت انتباه الجهات المسؤوله هنا في المديريه بضروره وضع رقابه شديده وبالذات على الاسعار. نعم. حتى يطمنوا المواطنين يعني من شراء حاجياتهم وبالذات خلال هذا الشهر الفضيل. حصل في اختلاف ما بين مركز ومركز، ما بين بقاله وبقاله، ما بين محل ومحل، ما بين بسطه وبسطه. نعم اختلاف كبير. لكن نحن نركز اخي العزيز على موضوع المواد الغذائيه والخضروات والفواكه اللي تعتبر يعني اساسيات يعني بالنسبه للشهر الفضيل. تفضل. وكيف اخبارك انت؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله نحن امورنا طيبه والامور ان شاء الله يعني وشهر تمام وشهر طيب، ونسال الله رب العالمين يعني هذه المناسبه الدينيه الغاليه والجميعين عم بالصحه. وش تقول للبرنامج كلنا البعض؟ نعم نشكركم لاخوة البرنامج، ونحن نتابع يعني ما تقومون به. طبعا ما تقومون به من عمل طيب هو يخدم في الصالح العام، يعني انتم بتوجهوا الرساله لخدمه الناس. نعم. نحن نتابع يعني تابعت لك عدد من المشاهد وهي مشاهد يعني طيبه. الله يرضى عليك. تنتقد الغلاء، تنتقد الفساد. الله يرضى عليك. ونحن كلنا الى جانبكم. شكرا لك. شكرا. في امان الله. في امان الله. كلنا لقاء اخر ان شاء الله. في امان. السلام عليكم. مع احد الشخصيات طيبه. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. صحة وسلامة. الله يحييك. شهر كريم علينا وعليك. كيف الحال؟ طيب. الحمد لله. كلمنا عن حالك وعن الوضع. والله الوضع قالك تشوفه، يعني ما يحتاج اشرح لك يعني اكثر من ما تشوف. لا اشرح. يعني الغلاء والفساد وكلها مجد. يعني غلاء المعيشة ومع هذا فساد كلها مجد. انت كيف اخبارك؟ طيب ان شاء الله. الله الحمد لله. انت خدمك صح من قبل خدمك في الجيش. نعم. بالجيش. كم سنة؟ خدمت 22 سنة. 22 سنة. نعم. وكم راتبك الآن؟ راتبي 35,000. 35,000. يعني تقاعد. إيه؟ انت متقاعد الآن. إيه؟ خدم 25 سنة والآن بالتقاعد يستلم 35,000. وش خدمك؟ وش كان خدمتك؟ أنا جلست أول العسكري وبعدين رجعت مدرب 23 مدرب حركة نظامية بالعلد، وجلست بالمهنة وبشقة. كان مدرب حركة نظامية ومدفعية، وبعدين رجع مدرب لل 23 اللي هو المدفع 23. مدفعية 23. ايوه عيار 23. نعم. كان يدرب عليها هذا احد كوادر كبيره. وبعدين يعني هذا انتقلنا الى حمال. وبعدين انتقل الى حمال عند التجار يحمل السفال. تخيل. وعند عبد الرسول. هذه الدوله لما يقولون دوله ترجعكم من قياده. لا من قياده تعب 30 سنه تضحي نفسك مع الوطن هذا، بعدين يرجعونك حمال. يلا في العيش. سيبوا من هذا. واحد رجع تشحن. القياده سيبوا من هذا، لا تعبوا ضحوا من اجل هذا الوطن وصفوهم. وبرضه للاصحاب اللي عندهم اليوم يسورون. شوفوا هذه الحالات والله تستاهل الدعم، تستاهل مننا الكثير والكثير. شكرا لك اخي. اسمك الكريم؟ حسين فضل علي احمد. حسين فضل علي احمد من الصفا. من منطقه الصفا. حسين علي فضل. هو حمال عند التجار حمال. عند صالح السوالي وعند الله يرضى عليه. معنا هديه بسيطه مقدمه من وكالة وليد السرحي للسياحة والسفريات، وهي عبارة عن سلة غذائية من وكالة وليد السرحي للسياحة والسفريات عدن. مقدمة لك سلة غذائية. هذه هي الهدية مقدمة من وكالة وليد السرحي للسياحة والسفريات، وهي عبارة عن سلة غذائية بسيطة، لكن شكرا لكل من دعم وساهم في برنامجنا كلنا لبعض. ايش رايك ببرنامج كلنا البعض؟ والله نشكرهم على هذا البناء، يعني محتاجين صحيح
يعني لازم يتابع عليهم خلقهم. الله يرضى عليك. بعضهم متعففين ما ياخذ من البيت. نعم متعففين ما يخرجون من البيت. الله يرضى عليك. بعضهم يحصلوا في الشارع. نعم. مش انت داري ملح. نعم شكرا لك. الله يا مان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. صحة وسلامة. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف رمضان ان شاء الله؟ والله رمضان قدامك يعني حالنا حاله. كيف اولاد المتوفي؟ الله يرحمه. الله يرحمه. والله هذا الولد بالمتوفي هذا وكم معه كم معه عيال؟ مع واحد. ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ احمد حيدره. حيدر من؟ حيدره حسن نصيب مبروك. المتوفي اسمه حيدر حسن نصيب مبروك. نصيب مبروك. توفى الله يرحمه ورحل عنا. كان انسان طيب وكان والله العظيم يعني مكافح. كان لغمته على الحمار. كان له حمار. يعمل على حمار. وترك اولاده خلفه. هذا لهم صغار السن ما يقدروا يشتغلون ولا عندهم حد حتى يدعمهم. حتى لو معاهم عمومه ده بس حالتهم الماديه ضعيفه عمومتهم اقاربهم. فهذا لا الان ايتام وما عندهم شيء والله ولا ترك لهم شيء. ترك لهم الحمار بس هم ما يقدروا يشتغلون عليه. الحمار الان معك انت صح؟ الحمار. وكيف وضعهم؟ والله الحمد لله واللي يستابع. الحمد لله رب العالمين. على ما دام انك موجود انت وعمومتم موجودين الحمد لله. الحمد لله. ما بتقصرون معاهم. الحمد لله. كيف حالك هذا؟ ايش اسمك؟ احمد. اقرب المايك منه. كيف حالك يا احمد؟ الحمد لله. الله يرضى عليك. الله يديك الصحة والعافية. معنا لهم هدية بسيطة وهي عبارة عن سلة غذائية. جزاكم الله الخير. مقدمة من الكندي. سلة غذائية مقدمة من الكندي وتستاهلون أكثر وأكثر وأكثر والله. والله العظيم تستاهلون أكثر وأكثر وأكثر. والله وإن شاء الله مثل هذه الحالات يتامى صغار بالسن تخيلوا هذا الكبير والباقين صغار عرفت؟ فهم محتاجين الدعم. تخيلوا اسره ومعها اطفال ما لها اي دخل. والله العظيم لو تنظروا لهم تدعموهم شوفوا حالتهم ادعموهم انتم حتى عبركم. وهذه سله غذائيه مقدمه من الكندي. وهذه هي وتستاهل اكثر واكثر. شوفوا حتى الحالات غاليه والله غاليه. ما عاد تجيب شيء 50,000 60,000 والله ما تجيب شيء. 60,000 وال50,000 ما تجيب شيء والله. هذه مقدمه من الكندي. جزاه الله خير وجعلها في ميزان حسناتكم وكل من يقدم. يا امان الله. معنا احد الاخوه سنقدم له سؤال ان شاء الله في برنامج كلنا لبعض. شهر كريم. كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. تفضل. معنا فقره اليوم سؤال هي من برنامج كلنا لبعض ولو جائزه طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. وستطلع هذه الحلقه في التواصل الاجتماعي. هل انت معنا؟ امين. ان شاء الله باذن الله. الاسئله بسيطه ان شاء الله والاجابات اسهل واسهل. هذه فقره كلنا اخوان فيها تلامس بين الاخ واخوه وان شاء الله تكون من الفائزين. تفضل اخي. اختار احد الاسئله. لا هات تفضل. السؤال يقول كم مرة ذكر رمضان في القرآن الكريم؟ ركز. كم مرة ذكر رمضان في القرآن الكريم؟ في خيارات. الأول 3 مرات 7 مرات مرة واحدة. ألف مبروك. صحيح ذكر في القرآن مرة واحدة. لقد ربحت معنا جائزة مقدمة من التجار في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأجواء الماطرة وبغدوم الكهرباء التي هي منقطعة 6 أشهر لم نحصل على كهرباء. والجوائز مقدمة من التجار وبعض المواطنين. اختار فاتورة من 1 إلى 30. 7 8 9 اختار. 7. ارفع الميكروفون. 7.
ها 7. الفاتورة رقم 7، كان الاختيار الفاتورة رقم 7. 1 2 3 4 5 6 7. الهدية مقدمة من محمد محمود البدوي لبيع الملابس النسائية، هي فاتورة شرائية يشتري ما يريد من معرض محمد محمود البدوي. ألف 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 مبروك. تفضل أخي، ألف ألف مبروك. شكرا لك، يا أمان الله.